الاستثناءات. كل هذا الكلام على اساس بان ابن الوزير يبقى زي ابن الغفير، يعني كله سواسيه. احنا لسه بنتكلم نقول والله ان كله سواسيه. المواطنه اساسها بس يا ريت كلامك ده مع الوزير يتحقق، يعني ويا ريت الساده المسؤولين يكونوا بيسمعنا، يسمعوا دول قاعدين في مكاتبهم وعمالين يدوا تصريحات براقه وتاشيرات لاعضاء مجلس الشعب، انما اللي عايزين بيعينوه في يضاف الى هذا طبعا ان ميكنه عديد من الخدمات، انه خدمات تقدم عن طريق الالكترونكس يعني. فكل الكلام ده كله هيقلل من اتصال طالب الخدمه بالموظف. لكن بتقول لي كل الكلام ده لما نيجي نكرر التوصيات اللي بنقول عليها دي، وزي ما بنقول يعني ندوق الاجراس باستمرار، فالكلام مره في مره في مره في مره الكلام ده كله هيجيب نتيجه ان شاء الله باذن الله. نعم. لما نيجي زي ما بقول لك مثلا نعدل القوانين بحيث انها تمنع الاستثناءات، ونبسط الاجراءات بحيث ان ما يبقاش في اتصال بين طالب الخدمه والموظف، والكلام ده كله لما يعمم وينفذ هيبقى في فرق كبير جدا. نعم. ما بين الوضع اللي ماشكو منه النهارده انه في احتمالات للفساد الى اخره، وما بين ان الوضع يبقى ما فيش يعني اي احتمال. فيعني بيقولوا على احتمالات الفساد من منابعها يعني. نعم والله يا معالي الوزير بامانه يعني طفح الكيل من الفساد في البلد. والله لك حق.